اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل مع بعض شويه من المخللات. معانا مخلل الليمون، مخلل الخيار، مخلل الجزر والشطه. هعرفك الخطوات اللي تمشي عليها ويكون معاكي ناجح جدا بالشكل ده. يلا بينا نمشي مع بعض خطوه بخطوه نعرف عملنا ايه. اول حاجه انا جبت كل الحاجات قدامي اهو. جبت الليمون وجبت الخيار. طبعا الخيار باخد الخياره اللي احس انها محمله كده عشان خاطر ما يمرش معايا وتحسي انها كده ناشفه لما تيجي تخلليها. جبت كمان برطمانات ازاز، انا بحب اخلل فيه برطمانات ازاز مش بلاستيك، لان الازاز بيكون صحي عن البلاستيك. جبت عندي بقى دول لترين من الميه بحوالي 8 كوبايات من اللي هي كوبايه الشاي العاديه ام ايد دي. ميه عندي عاديه جدا، لو انت عايزه تسخنيها وبعدين تبرديها، يعني في ناس بتحب تعمل الميه تكون دافيه. انا استعملت ميه عاديه جدا من الحنفيه. بعد كده حطيت عندي على اللترين يعني حوالي 8 كوبايات ميه، حطيت عليهم 8 معالق من الملح، يعني بمقدار ان كل كوبايه ميه عليها معلقه ملح. هدوب الملح كويس كده مع الميه واتاكد ان الملح داب كويس خالص. بعد كده بنزل عندي بمعلقتين كبار من السكر، والسكر ده اللي بيخلي المخلل معاكي يبقى ليه قرشه حلوه كده، بيحافظ على المخلل كمان، كأن هي دي المادة الحافظة للمخلل بتاعي. بعد كده هحط عندي معلقة كبيرة من الكركم، معلقة كبيرة برضو من البابريكا، بتدي لون حلو قوي لمية المخلل بتاعتي. وبقلب برضو كله مع بعضه، اتاكد بقى ان كله داب، مفيش حاجه راقده تحت. عندي هنا ربع كوبايه من الخل ده على اللتر، فعشان انا حاطه طبعا 2 لتر فهحتاج كمان ربع كمان من الخل. وهرجع اقلب تاني، كل ما احط حاجه اتاكد انها دابت واقلبها كويس كده. محلول الملح بتاعي كده جاهز، ده بقى هيسهل عليا اي حاجه بعد كده هعملها، خلاص بقى سهل. طيب انا عندي بقى دلوقتي الليمون انا فتحته بالشكل دوت، عملته على شكل كده زائد. بجيب عندي السكينة وبفتح خط بالطول وخط بالعرض، ما وصلش لحد الاخر طبعا بالشكل اللي احنا شايفينه ده طبعا انا هحطه بقى. طبعا جبت حلة على النار وسبتها لحد ما غليت. في الوقت ده طبعا المية عندي بدأت انها تغلي. هنزل عندي بالليمون. قدامك حاجة من اتنين، لو انت هتاكلي الليمون على طول فبتحطيه زي ما انا عملت كده حوالي 7 دقايق او 10 دقايق. لكن لو انت هتستني عليه شوية، شهر او شهرين عشان على بال ما تبدأي تاكلي منه، فمجرد 3-4 دقايق وبتطفي عليه على طول وتطلعيه. لكن احنا عشان طبعا هنطلع منه وناكل على طول، فانا سبته حوالي 7 دقايق او 10 دقايق لحد ما بدأ يفتح معايا كده وحسيت ان هو بدأ يستوي. تعالوا بقى على بال ما الليمون ياخد له كده غلوتين. حطيت عندي في البرطمان عندي الخيار. زي ما قلت لك انا بحط الخياره اللي بختار الخيار اللي بيبقى محمل معايا وناشف علشان خاطر يتحمل التخليل. لكن لو هي بقى خيار من البدايه كده طري وفي ميه وكده، ده طبعا ما بيبقاش كويس خالص وبيمر معاكي. حطيت عندي فصين من الثوم، وده اختياري، لو انتي مش حابه طعم الثوم في الخيار المخلل شيليه واستغني عنه خالص براحتك برضو. انا مليت البرطمان اهو بالشكل ده. وبعدين هجيب بقى محلول الملح عشان بس ما نبهدلش الدنيا كده، فانا هنزل بيه في الشفشق برضو عشان اقدر ان انا اعبي بيه بسهولة في البرطمانات. هحط كده، هملى البرطمان لحد فوق خالص واتأكد ان المية واصلة لحد فوق، مفيش جزء من المخلل طالع فوق المية.
بنزل بايدي كده شوية، لان طبعا هو بعد كده لما بيتخلل كمان حجمه بيقل، فاحنا بنتأكد ان هو واصل لحد النهاية. بقفل بقى عليه كويس خالص، بقلبه كده تقلبتين عشان خاطر كل المحلول يبقى تحت. تعالوا بقى نجيب عندي المخلل المشكل. المخلل المشكل ده بقى يعني ده بصراحة احلى مخلل انا بعمله. عندي هنا جزر، بقطع الجزر لمكعبات صغيرة. يعني لو عندك اللي هي القطاعة بتاعة المخلل وعايز تعملي لها شكل براحتك، يعني برضو هي طبعا ما بتفرقش معانا يعني. انا بقطعها كده بميل. ادي الجزر، وعندي كمان مع الجزر عندي بصل، وعندي كمان خيار، وعندي طبعا شطة. يعني كل ده هحطه مع بعضه، والخيار هقطعه اهو. شايفين ادي الخيار اهو، بصوا متماسك ازاي وناشف معايا. باخدها كده شق من النص، وببدأ ان انا اقطعه برضو بميل، والقطعة تكون محملة معايا. في ناس بتحب تحط الخيارة على بعضها كده، يعني زي ما هي، ما تقطعهاش، برضو براحتك زي ما انت عايزة. وطبعا المخلل المشكل ده حطي فيه بقى اللي انت عايزاه. يعني عايز تحطي معاه كرنبيت حطي، وعايزه تحطي معاه لفت حطي. يعني اللي انت عايزه تحطيه قطعيه وحطيه مع بعضه. كل ده بيبقى مع بعضه في برطمان واحد كده، بيبقى برطمان مشكل من كل الانواع. هجيب عندي بقى هنا البرطمان، وهبدأ انزل عندي بيه الشطة. طبعا من الحاجات المهمة جدا يا جماعة ان البرطمان يكون نظيف. يعني ما ينفعش ان انا اجيب برطمان كان فيه ريحة حاجة قديمة قبل كده، او البرطمان يكون مبلول مية واحط فيه. كل الحاجات دي طبعا بتأثر على المخلل بتاعك. البرطمان يكون ناشف كويس جدا نظيف. ازاز كمان. لو انت حابة كمان انك تعملوه تعقيم، انك تحطيه في الفرن شوية، يعني سخني الفرن وتحطيه جوه الفرن شوية. وبعدين تطلعيه. برضو كل الحاجات دي بتأثر على ريحة وطعم المخلل بتاعك. تأكدي طبعا ان مفيش فيه اي سوائل خالص جوه البرطمان. بحط بقى الجزر. عايزه اقول لكم مخلل الجزر ده والبصل بمنتهى الجمال. يعني مخلل البصل ده تحفة. بحط كده بشكل من كله، وبملى البرطمان لحد الاخر. بتأكد برضو ان مفيش فيه فراغ او هواء او حاجة، عشان خاطر بس الحاجات دي كلها بتأثر على ان المخلل ما يعفنش معاكي. اهو اضغطي كده بايديكي وخلاص وصلت لحد الاخر. شايفين شكله حلو قوي. تعالوا بقى كده، انا لقيت لسه في جزء ممكن احط فيه. نكمل. هجيب بقى عندي المحلول بتاعي، وهبدأ ان انا املى بيه برضو المخلل بتاعي لحد الاخر. زي ما قلتلك، كوباية المية عليها معلقة من الملح. كل كوباية مية عليها معلقة ملح كبيرة، وعلى كل لتر بنحط معلقة سكر كبير. اقفلي بقى كويس كده. خلاص تعالوا بقى نشوف اخبار الليمون ايه. طبعا في الوقت ده طبعا كان خلاص الليمون معايا شايفين فتح كده، يبقى خلاص احنا هنطلعه. بطلعه على طول. طبعا ده عشان احنا هناكله في ساعتها، لكن هتستني شوية عليه على ما تفتحيه، فما تقعدوش بقى الفترة دي كلها. طبعا لازم على طول احطه في ميه ساقعه، ميه بتلج او ميه ساقعه، علشان خاطر اوقف عمليه التسويه. ما يزيدش عن كده في التسويه بتاعته. طلعته اهو من الميه وبردته. تعالوا بقى نعمل العصفر او الحشوه اللي احنا هنعملها. طبعا ده عندي عصفر، وعندي كمان حبه البركه. هقلب كده كله مع بعضه. طبعا انا حسيت هنا ان حبه البركه قليله شويه، فجبت حبه كمان وزودتها. وبعدين هبدأ اجيب بس معلقة خل كده او معلقتين خل، علشان خاطر اخلي بس الحشوة تمسك في بعضها. يعني ما اجي اعبيها كده، احشيها في الليمون، تبقى متماسكة. يعني ما تبدأش انها تفك مني وتقع مني وانا بعبيها. جبنا البرطمان. تعالوا بقى كده نجيب
الليمونة ونبدأ ان احنا نحشيها. طبعا يعني يفضل انك تبقي لابسة جلافز في حشوة العصفر، لان انا بعد ما خلصت لقيت صوابعي كلها بقى لونها باللون الاحمر، فطبعا مخدتش بالي خالص غير بعد ما كنت خلصت. هبدأ ان انا املى كله كده بالشكل ده. عايزه اقولك الليمون اللي بالعصفر ده بيبقى في منتهى الجمال. لو مش عايزه تحشيه ممكن تعملي نفس الخطوات برضو، بس ما تحشيهوش، يعني هيها برضو. بس في الحاله دي بقى ما بنفتحش الليمون، يعني بنسيب الليمونه بقى مقفوله زي ما هي كده. خلاص خلصت كله اهو. ببدأ خلاص بايدي كده، خلاص قفلت كله. طيب انا هنا بقى هعمل تكه بس بسيطه، ان انا جبت عندي معلقه من هريسه الشطه، هزودها بس على محلول الملح. يعني بحس ان الليمون كده بيبقى محتاج شوية شطة كده معاه في التخليل شوية. خلاص هنزل بكله بقى، هملى عليه برضو كله. حاجة مهمة برضو عايزة اخليكي تخلي بالك منها، ان البرطمان يكون الغطا بتاعه محكم، يعني بيتقفل كويس جدا. بمعنى انك انتي لما تيجي تقلبي البرطمان كده لقيتي بينزل ميه، يبقى في الحاله دي الغطا مش مقفول، ده معناه ان ممكن يدخله هوا، فتيجي تفتحي عليه هيعمل ريمه، او هتلاقي ماذا ان هو يعمل كده عفن من فوق. طبعا ده غلط جدا. طب انا اعمل ايه؟ طيب انا دلوقتي لو عندي البرطمان الغطا بتاعه مش محكم، بتحطي كيس وتقفلي عليه، او تعملي الخطوه اللي انا هعملها دلوقتي. الخطوه دي انا بعملها لما باجي افتح. طبعا طالما هفتح عليه يبقى في الحالة دي بقى لازم احط عندي الزيت. الزيت ده ممكن تحطيه بقى في حالة اذا كان الغطا مش محكم زي ما قلتلك، او انك انتي تحطي الكيس او تحطي زيت وتحطي الكيس خلاص. لكن انا عندي الغطا كان كويس محكم، ف بحط الزيت لما بفتح عليه، علشان خاطر بقى انا كل شوية هفتح عليه، فعشان ما دخلوش بقى هوا فبحط طبقة الزيت. بصوا بقى كمان عندي ادي الخيار والجزر. طبعا البصل كان لسه شوية، والفلفل برضو كان قرب شوية برضو. يعني شايفين لون المخلل عامل ازاي يا جماعة اهو. بصوا الخطوة دي بقى الخطوة اللي انا بقولك عليها عشان تحافظي على المخلل وما يبدأش يريم معاكي او يعمل بقى عفن او حاجة. لازم طبقة الزيت دي، وبعدين بتقفلي عليه كويس. طيب في حاجة كمان، طبعا بعد ما المخلل خلاص يتخلل معاكي وصلت درجة التخليل اللي انت عايزاها، مش عايزاه يخلل اكتر من كده او ان هو بقى يعني يزيد عن كده في التخليل، بتقومي حطاه في التلاجة فبيوقف عملية التخليل على طول. شايفين الخيار؟ عايزة اوريكي لون الخيار عامل ازاي، قد ايه متماسك معانا. كمان عندي هطلع لك انا طبعا بحط الزيت هنا على الخيار، بس هي طبعا ما كانتش باينه في الكاميرا اهو بالشكل دوت. طيب كمان عندي هطلع لك ادي الليمون. هو طبعا الليمون كان لسه، يعني عشان ما اكدبش عليكي الليمون بيقعد من حوالي اسبوع، يعني من حوالي 10 ايام او اسبوعين، لكن بعد اسبوع دي او 6 ايام دي ما بيبقى لسه. فاحنا بس انا حبيت اطلع لك اوريكي برضو شكل لونه عامل ازاي. وطبعا هحط برضو الزيت بالمره طالما اني فتحت عليه، وهقفل عليه كويس. خلاص حبايبي، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تجربيها وتقولي رايك ايه. ولو ليكي اي اسئله او تعليق اكتبيها لي على قناه نانا تشانل. اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير. باي باي.